ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا دلوقتي بعد ما عملنا توب 10 لافلام انجلش، توب 5 لافلام عربي، دلوقتي هنتكلم عن المسلسلات العربي. وبرضو ارجع وافكركم معلش لو انا مش هعرف اعمل توب 10 للمسلسلات الانجليش، لان انا السنه دي ما شفتش مسلسلات انجليش كتير، فهتكلم عن المسلسلات العربي اللي شفتها وهكلمكم عن رايي الشخصي فيه. ليه ده هنا وقلت مسلسلات، ليه ده المركز السادس والخامس والكلام ده كله. نتكلم مع بعض وهنقول كل حاجه، بس يا ريت قبل ما نبدا يا ريت نعمل لايك وشير سبسكرايب للشانل، اشتركوا على انستجرام بيج او فيسبوك بيج، اعملوا فولو على تيك توك. ويلا بينا بقى نعرف ايه هم التوب 6 ليه المسلسلات العربي. برقم 6، هو انا كنت عامل الليست دي 5 بس عشان المسلسل ده لازم برضو نذكره الصراحه، فانا حبيت ان انا اعمل يعني ازوده وحطيته رقم 6. وهو بصراحه بغض النظر رقمه كام وترتيبه كام ده مش مهم، المهم ان هو يكون يعني اقول لكم عليه ده لو انتم ما اتفرجتوش عليه، مع انه نجح كبير. يعني هو مسلسل حدث بالفعل. هو مسلسل حدث بالفعل ده المفروض ان هو مكون من 3 حلقات في 5 قصص، كل قصة 3 حلقات، وكل قصة بنجم أو نجم، ومعتمد أكتر عن حاجات حصلت بجد، سواء حاجات دي سسبنس أو درامية أو الكلام ده كله أو جرايم يعني. بس اوفرول كان مسلسل حلو، أنا عجبني الصراحة. كان تأليف فادي النجار، وكان إخراج شام رشيدي، لحد آخر قصة كانت إخراج وائل فرج. بس اوفرول كان مسلسل حلو الصراحه وعجبني جدا. انا كنت عارف ان هو هيبقى مسلسل لذيذ وكده، بس كنتش متوقع ان هو هيبقى بالقوه دي. نروح لرقم 5 معانا، وهو المسلسل الرمضاني الرائع اللي عجبني جدا، واللي مش معنى ان انا حاطه رقم 5 معناه ان هو وحش زي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت واللي قبليها. بس هو مسلسل حلو وكل حاجه، بس كان ممكن احطه في مركز اعلى، الا المسلسلات اللي عجبتني اكتر يعني. وهو مسلسل تحت الوصاية اللي بطولة منى زكي طبعا. بس المسلسل ده مبدئيا من اخراج مخرج انا بحبه جدا، محمد شاكر خضير، اللي عمل مسلسلات رائعة في الدراما اللي هما جراند اوتيل، لا تطفئ الشمس، كل اسبوع يوم جمعة، اللي بسببه منى شلبي اترشحت للإيميز، طريقي، وفي السينما كان عمل فيلمين، واحد تاني بتاع احمد حلمي وهاتولي راجل. انا عجبني المسلسل جدا. هو مسلسل طبعا درامي شويه، كان جميل الصراحه، عجبني جدا. هو 15 حلقه، كان ممتع وكل حاجه. نهايته كانت حلوه. يمكن ناس تعترض على نهايه المسلسل كان مختلف شويه عن بقيه المسلسلات، وعاده منى زكي لما بتعمل مسلسل دايما بيبقى عليه كلام كتير، وبيبقى هو المسلسل التوب اللي بيتعمل في رمضان عامه. رقم 4 معانا، وهو المسلسل اللي اتعرض بره رمضان، ما اتعرضش في رمضان للاسف، كان نفسي يتعرض في رمضان. هو مسلسل اللعبة الجزء الرابع، دوري الأبطال، اللي عملت عليه ريفيو واللي اتكلمت عليه وقلت لكم رأيي فيه، وطبعا عجبني وكل حاجة. كان هو العودة من بعد الجزء الثالث، اللي الصراحة مش هقول لكم ما عجبنيش، بس كان يعني يعتبر من وسط ال4 أجزاء هو أقل جزء فيهم. مش وحش يعني، ما حسيتش إن هو كان فيه عنصر الغموض اللي كان موجود في الجزء الأول، ولا الكوميدي مع اللذاذة مع شوية التحديات المختلفة الاوت اوف ذا بوكس كانت بتتعمل في الجزء الثاني. الجزء الثالث كان فيه شوية تحديات كويسة، بس حسيت في الاخر ان اللعبة انت كنتش مهتم تعرف مين. الرابع كان فيه ده، وكان فيه برضو عنصر اللي انت تقعد تتفرج على المسلسل. هو 30 حلقة كل الاجزاء، فانت ما كنتش حاسس باي ملل، فده المميز مسلسل اللعبة بالذات عن اي مسلسل كوميدي. نروح للمركز الثالث معانا، وهو مسلسل الصفارة. مسلسل الصفارة ده ما كانش متوقع له، لا هو كان متوقع له قبل ما ينزل ان هو يبقى مسلسل حلو، لان احمد امين عاده كل الحاجات اللي هو عملها من ساعه ما ابتدى لحد دلوقتي كلها حلوه. ما وراء الطبيعه، جزيره غمام، مع اني ما شفتوش بس كنت بشوف كليبس كده، بس كان حلو. ما وراء الطبيعه وجزيره غمام والوصيه، كل الحاجات دي كانت حلوه جدا. عشان كده لما اتعمل مسلسل الصفاره واتقال انه 15 حلقه، فدي كانت حاجه حلوه جدا. بالذات كان معاه طه دسوقي، كان مسلسل جميل ولذيذ، كان ممتع، ومن احلى المسلسلات اللي نزلت السنه دي الصراحه. هو قصته كانت حلوه برضو، فكره اللي هو واحد بيمنع، عايز حاجه، بيرجع بالزمن عشان يمنع حاجه بتحصل عن طريق صفاره وحاجات كده.
كان في رسالة برضو القدر وحاجات كده. كان مسلسل جميل الصراحة وعجبني. ونروح على رقم 2 معانا، وهو مسلسل الصندوق. الصندوق كان بالنسبة لي هو لو شفتوا مسلسل تحقيق هتحسوا ان الصندوق شبهه شوية، بس الصندوق احلى. يعني يمكن التحقيق كان فيه الغاز اكتر، كان فيه زي ما تقولوا ايه يعني شوية تعقيدات في طريقة السرد بتاعت القصة. بس في المسلسل ده كانت طريقة السرد كانت ابسط شوية، وبلس كمان ان كانوا بيعتمدوا على عنصر الغموض شوية في المسلسل والتشويق وكده، فده كان مخلي اللي بيتفرج عايز يعرف ايه تاني. وبالمناسبة المسلسل ده 16 حلقة مش 15، فكان يعني برضو يخليك تقول طب ما اشوفه هيبقى عامل ازاي، هيشدك من اول حلقة لحد اخر حلقة. انا كنت حاطه اكتر مسلسل عجبني في رمضان السنة دي يعني. لو انتم مشفتوش بس هو مسلسل حلو ويستحق الذكر، يعني اللي هو مسلسل رائع. ورقم 1 بقى معانا اكتر مسلسل او احلى مسلسل نزل السنة دي، المسلسل اللي نزل في اول السنة واتفرجت عليه كذا مرة بعديها واكيد مش هنساه. يعني مبدئيا المسلسل ما كانش فيه ولا نجم، مش نجم معنا بس انا قصدي من نجم، ما فيش نجم الدراما مثلا انت بتستناه اللي هو الراجل ده او الست دي اللي هم بيعملوا مسلسل فانت عايز هتستثمر اللي انت تتفرج ومن وقتك اللي انت تتفرج على المسلسل ده. لا، عشان ينزل لك مسلسل بالطو اللي 10 حلقات واخراج مخرج تقريبا ده اول اخراج ليه، ومؤلف اول تأليف ليه، وممثل اول بطولة مطلقة ليه، ويطلع مسلسل حلو جدا بالشكل ده. مسلسل لايت كوميدي اجتماعي اوله لاخره حلو، على عكس مسلسلات كتير احنا كنا بنتكلم عليها لو فاكرين في الفيديوهات يعني ان كان بتبتدي حلو بس بتنتهي بشكل محبط شويه او بشكل وحش. المسلسل ده كسر القاعده دي، عمل لك مسلسل لايت كوميدي لذيذ، حط لك حته تشويق وبعديها عمل لك شويه تويستات على شويه شخصيات انت مستثمر اللي انت بتتفرج عليها. فدي كانت حاجه حلوه وعجبتني الصراحه في المسلسل وعجبت كل الناس. المسلسل من تاني حلقه اول حلقتين كان نجح وكسر الدنيا، كانت الناس كلها بتتفرج عليه يعني. بس ده يعني توب 5 المسلسلات اللي انا شفتها السنه دي، او توب يعني احنا زودنا في المسلسل كمان عشان برضه نتكلم. دول المسلسلات اللي عجبوني، ويا ريت تقولوا لي ترتيبكم المسلسلات كلها بتاعت السنه دي من الاقل للافضل لو انتوا شفتوا مسلسلات كتيرة، او من رقم 6 لحد 1 او من 5 ل1 ايا كان براحتكم. قولوا لي المسلسلات من وجهة نظركم يعني من كام لكام وكده، وايه اكتر مسلسل عجبكم السنة دي. واتمنى لو فيديو عجبكم تعملوا لايك شير سبسكرايب للشانل، اشتركوا على الانستجرام بيج وعلى الفيسبوك بيج، اعملوا فولو على تيك توك. باي باي.